اخر نقطه صغيره انت مسؤول عنها كامله، والامانه ما كنت بروح، يعني خبره الوالد كان معي الاستاذ راشد الامير كانت معي. كم تاخذ من عندك يعني المونتاج مثلا 12 ساعه نقول مثلا، كم ياخذ من عندك الوقت على المونتاج؟ على حسب طبعا، هي مدة مسرحية ساعتين عرفت، فممكن كمونتاج تتكلم عنه ممكن ياخذ يعني من 3 أيام إلى 4 أيام الأسبوع مع التتر كامل وكل شيء. أكيد فيها تعب، مو سهلة مو سهلة. الله يعافيك، تسلم. تقولين كلمة؟ لا أنا جاية هنا بس دعم معنوي. يعني دعم تسلم، الله يعافيك وعليك جد. تسلم تسلم. كلمة لقناة أنت متميز للمرحوم الشيخ دعي الخليفة والدكتور غادة الدويلة. رحمة الله على الشيخ الدعي أول شيء، يعطيكم العافية على الحضور اليوم، أتمنى أنكم تشوفوا العرض تستمتعون، مشكورون على هذه التغطية الجميلة. شكرا أجمعين يا رب. تسلم. المخرج أستاذ محمد جمال الشطي، ووالده الفنان جمال الشطي، كل التحية لهم، يعطيك العافية مخرجنا. الله يعافيك أخوي، ما تقصر. اليوم مسرحية أمينة، مسرحية حلم أمينة. مسرحية حلم أمينة طبعا هذا عرض راح يكون في عرض واحد حق منصة، إحدى المنصات إن شاء الله. طبعا مسرحية في طابع إثارة كوميدي بنفس الوقت، وإن شاء الله تشوفون عرض حلو ينال على إعجابكم. تتعب مع فنانين اليوم؟ لا بالعكس، يعني أنا قاعد أشتغل مع ناس يعني مثل ما يقول بروفيشنال، ناس متمرسة بالفن تقريبا كلهم، يعني أو أغلبهم أقدم مني بالمجال الفني، والحمد لله في روح تعاون ما بيننا والحمد لله. بعض يقول المخرج اليوم عصبي، هل هي صحيحة ولا لا؟ هو صحيح ومو صحيح، لأنه هو يكون الضغط كله عليه، يعني هو لأنه قاعد يأسس العمل من البداية للنهاية، وقاعد يطبق رؤيته بحسب المعاه، وهو إدارة أكثر مما هو فن وإبداع. إي نعم، فلا مو شرط يكون عصبي، لا. إي نعم. يعني ما تأيد العصبية؟ لا ما أيد، بس أنا يعني الأمانة أنا أعصب. يعني المخرج بيطلع الفنان أحسن منه، صح ولا غلط؟ طبعا، لأن المخرج هو مثل ما يقول، هو كأنه مهندس بيسوي بيت من واحد يسكن فيه عشان يرتاح ويقعد، اللي هو الساكن هذا البيت، فهذا البيت هو المسرح، والمخرج قاعد يضبط له الوضع، يضبط له الديزاين، يكون يطلع شكله بأحسن صورة. اليوم نبيك تقول حق الجمهور، اليوم جمهور الهام الفضالة، الأستاذ شاب، مخرجنا العزيز، شنو تقول للجمهور اليوم في مناسبة المسرحية؟ أقول إن شاء الله انتظروا مسرحية حلم أمينة، وإن شاء الله راح تشوفون عرض جديد بالساحة الفنية، وعسى الله يوفقنا إن شاء الله. نبي نعرف متى العرض والله للحين ما، يعني أتوقع يمكن على العيد إن شاء الله. إن شاء الله يوفقكم، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. أستاذنا نبي كلمة لقناة أنت متميز للمرحوم الشيخ دعي الخليفة الصباح والدكتورة غادة الدويلة. حاب أشكركم على استضافتكم لي، وإن يستمر إبداعكم ومنه للأعلى، وعسى الله يرحم الشيخ دعيج خليفة الصباح، وإن شاء الله يسكنه في سيح جناته يا رب أجمعين. الفنانة والأستاذة إيمان يعطيك العافية، قوات إن شاء الله. الله يعافيكم، يا هلا ومرحبا. قلنا اليوم عن مسرحية حلم أمينة، شنو تتكلم اليوم مسرحية حلم أمينة تتكلم عن أسرة أبنائها يحوشهم جشع وطمع صوب أمهم، وكذلك الأبو يسوون مثل خطة علشان يأخذون هذه الفلوس، ولكن ما نبي نحرق الأحداث، الخطة خلال مشاهدة عرض المسرحية. تتوقعين الفلوس تفوز ولا حب الفلوس ولا حب الأولاد؟ لا أكيد حب الأولاد، وأنا جدا مستمتعة مع هذا الجروب، أم فجر، أستاذ شهاب، شهد، بدرية طلبة، مخرجنا عبد الله، شيماء، ما أبي أنسى أحد. جروب جدا جميل، وأنا من قبلهم مشتغلة معاهم وفي تفاهم بيننا، وحتى يعني البروفات احنا ما طولنا يمكن أسبوع، ولكن الحمد لله يعني حافظين، يعني من خلال يعني من العين احنا فاهمين بعض على الخشبة، ففي تفاهم وتناغم بين الممثلين. نبي كلمة للجمهور اليوم على المسرحية اليوم. حياكم الله، وإن شاء الله نكون خفيفين ظل على قلوبكم، وإن شاء الله المسرحية تكون خفيفة، ونتمنى من الجمهور مشاهدة ممتعة، وحضوركم يشرفنا، ويعطيكم ألف عافية. يعطيكم العافية وشرفتونا وما قصرتوا، وألف رحمة للشيخ دعيج الخليفة، والله يغفر له ويرحمه إن شاء الله، ومكانه مبين والله لأنه كان دائما داعم للفن والفنانين. أنتم داعمين لنا وما يعطيكم ألف عافية، يا هلا ومرحبا فيكم.